بمناسبة الحديث عن في تعديل وزاري في مصر بعد انعقاد البرلمان في يناير 2026، فلا بد هذا التعديل الوزاري يشمل تغيير وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، لأنه أثبت إن هو وزير التربية والتعليم فاشل علشان 5 نقاط أساسية. أول نقطة، وزير التربية والتعليم عايز يرجع نظام الثانوية العامة نظام سنتين تحت اسم البكالوريا، وهذا النظام العامين اتطبق في عام 1995 وفي عام 1996، وثبت ان هو نظام فاشل وبيرهق الطلبة واولياء الامور بالدروس الخصوصية لمدة عامين. فلماذا يتم تطبيق نظام اثبت ان هو كان فاشل منذ 30 عاما؟ رقم 2، تسبب وزير التربية والتعليم في إلغاء تدريس الفرنساوي والإيطالي والألماني في المدارس الثانوية لمشكلة لسوق العمل في مصر. فإحنا مصر كبلد سياحي المفروض يكون عندنا خريجين اتعلموا تعليم جيد في اللغات، وعلشان كمان المصريين الذين يعملون في الخارج لازم يكون عندهم دراية كاملة باللغات. فأنت لما بتلغي تدريس فرنساوي وإيطالي وألماني في المدارس الثانوية، فأنت كده بتعمل مشكلة لسوق العمل للخريجين في مصر وخارج مصر. رقم 3، فوضى التقييمات والمهام الأدائية والنشاط وإرهاق الطلبة، وأصبح أولياء الأمور والطلبة بيكرهوا التعليم من حوار التقييمات الأسبوعية والمهام الأدائية والنشاط والواجب. رقم 4، كثرة المطلوب من المعلمين من شرح مناهج كبيرة وأسئلة كتيرة في كتاب المدرسة، ومعاهم كتاب إضافي كله أسئلة وهو كتاب التقييمات والأنشطة والواجب والمهام الأدائية. وأصبح المعلم مطلوب منه بعد شرح المنهج وحل الأسئلة وتصحيح الكتب ورصد الدرجات، وهذا كله في وقت الحصة. فأصبح مهنة التعليم مهنة متعبة للمدرسين، والمدرسين أصبحوا يكرهوا مهنة التدريس في العام ونصف اللي قعدهم وزير التربية والتعليم. رقم 5، رجوع المعلمين اللي على المعاش للعمل بنظام الحصة. وزير التربية والتعليم علشان يسد العجز في المدارس اتخذ قرار غريب جدا وغبي جدا، هو رجوع المعلمين اللي على المعاش للعمل بنظام الحصة. دلوقتي المعلم اللي هو طلع على المعاش قعد 40 سنة يدرس، فازاي انت تديله فرصة ان هو يدرس وتحرم الخريجين اللي هم المفروض كلهم حيوية ونشاط، والمفروض ان هم يكونوا واقفين في الفصل ويعلموا الاطفال بطريقة جيدة احسن من المدرسين اللي على المعاش. مع احترامنا للمدرسين اللي على المعاش، بس طبعا المفروض المدرس اللي على المعاش خلاص ادى الواجب بتاعه وخلاص وطلع على المعاش، فالمفروض هذا القرار يتلغي مع وجود وزير جديد، ان انا الغي الاستعانة بالمدرسين اللي على المعاش وادي فرصة لشباب الخريجين. فمش معقول اجيب واحد عنده 65 سنة واديله جدول، وفي شاب او بنت معاهم كلية تربية وعندها 23 سنة، او شاب عنده 23 سنة وشغل مدرس 65 سنة، يعني في عمر جده. فأنهي منطق وفي أنهي دولة ديت اللي يتم استدعاء الناس اللي طلعت على المعاش، واسيب الشباب اللي طلع على المعاش ده له دخل له معاش تمام، انما الشاب او البنت اللي اتخرجت ليه انا اقفل السكه قدامهم واشغل ناس على المعاش ومعينهمش او حتى شغلهم بالحصه؟ فنرجو ان وزير التربيه والتعليم الجديد يحل هذه المشاكل